لو كنت لعبت بالمغناطيس قبل كده هتعرف إن في فرق بينهم. في اللي بنستخدمهم علشان نعلق حاجات على التلاجة وبيبقوا ضعاف شوية، وفي كمان اللي أقوى بكتير وليهم استخدامات تانية كتير. بس السر في عمل مغناطيس قوي بيكون فيه عنصر معين. علشان كده النهاردة هنتكلم عن مغناطيس النيوديميوم. اتكلم أكتر عن الهندسة. النهاردة هنتكلم عن واحد من أكتر المواد المدهشة في الهندسة الحديثة، وهو مغناطيس النيوديميوم. عمرك فكرت إزاي مغناطيس صغير ممكن يكون قوي لدرجة إنه يقدر يرفع حاجات أتقل منه بكتير؟ أو إزاي المغناطيسات دي بتقدر تحافظ على قوة مغناطيسية عالية جدا حتى في الظروف القاسية؟ الحقيقة الإجابة بتكمن في مزيج فريد من الخصائص الكيميائية والفيزيائية اللي بتخلي النيوديميوم مادة استثنائية. بس إيه هو فعلا مغناطيس النيوديميوم؟ عشان نفهم ده لازم نبدأ من الأساس. مغناطيس النيوديميوم مش مغناطيس عادي زي اللي بتحطه على التلاجة. في الحقيقة هو سبيكة معدنية مكونة أساساً من النيوديميوم والحديد والبورون. التركيبة دي من العناصر بتخلق مادة عندها خصائص مغناطيسية قوية جداً، أقوى بكتير من غيرها. المغناطيسات التقليدية المصنوعة من الفريت أو الألينيكو. النيوديميوم هو عنصر كيميائي بينتمي لمجموعة اللانسانيدات اللي معروفة كمان باسم العناصر الأرضية النادرة. بس ليه بالظبط التركيبة دي من العناصر بتنتج مغناطيسية قوية بالشكل ده؟ الإجابة بتكون في التركيب الذري للنيوديميوم. انت عارف ايه اللي بيخلي مادة تكون مغناطيسية؟ كله بيبدأ بالإلكترونات. كل إلكترون عنده خاصية اسمها السبين، ودي ممكن تتخيلها كأنها دوران صغير. لما كتير من الإلكترونات يكون السبين بتاعهم متوجه في نفس الاتجاه بيخلقوا مجال مغناطيسي جماعي. في النيوديميوم بالتحديد الإلكترونات اللي في الطبقة 4F عندهم ميزة خاصة، هم بيقدروا يحافظوا على السبين بتاعهم متوجه بشكل ثابت أكتر من المواد تانية. ده معناه إن النيوديميوم عنده قدرة طبيعية على توليد مغناطيسية قوية جدا. بس استنى كده، لو النيوديميوم النقي أصلا مغناطيسي ليه بنحتاج نضيف حديد وبورون؟ الإجابة هي إن السبيكة Nd2Fe14b اللي هي الصيغة الكيميائية لأكثر مغناطيس نيوديميوم شائع بتكون بنية بلورية خاصة بتضخم المغناطيسية بشكل جدًا. الحديد بيساهم بقدرته المغناطيسية الخاصة، أما البورون فبيساعد على تثبيت البنية البنورية، وده بيزود مقاومة المادة لفقدان مغناطيسيتها. لو مش عارف، المقاومة المغناطيسية هي مصطلح تقني معناه مقاومة المادة لفقدان مغناطيسيتها. بمعنى تاني، كل ما زادت المقاومة المغناطيسية بيبقى أصعب إنك تزيل المغناطيسية من المغناطيس. دلوقتي هنتكلم عن الخصائص الفيزيائية اللي بتخلي المغناطيسات دي مميزة كده. من أهم الخصائص هي كثافة الطاقة المغناطيسية، واللي كمان بنسميها أقصى ناتج للطاقة. مغناطيس النيوديميوم عنده كثافة طاقة مغناطيسية بتوصل ل50 ميجاوس أورستيد، وده تقريبا أكبر ب10 مرات من المغناطيسات الفريت التقليدية. ده معناه إنه في حجم أصغر بكتير. مغناطيس النيوديميوم يقدر يولد قوة مغناطيسية أقوى بكتير. عشان كده بتلاقي مغناطيس النيوديميوم صغير جدا، ومع كده يقدر يشيل حاجات تقيلة. بس إزاي بالظبط القوة المغناطيسية دي بتتولد؟ لما بتمغنط مادة انت بتظبط الدومينات المغناطيسية الصغيرة جواها على خط واحد. اعتبر كل دومين كأنه مغناطيس صغير. لما كل المغناطيسات الصغيرة دي تبقى متوجهة في نفس الاتجاه، المجالات المغناطيسية بتاعتها بتتجمع مع بعض وبتعمل مجال مغناطيسي أقوى بكتير. في مغناطيس النيوديميوم، البنية البلورية لسبيكة النيوديميوم حديد بورون بتخلي الدومينات دي تتراص بكفاءة عالية جدا وبتفضل مترصة لفترة طويلة، وده اللي بيخلي مغناطيس النيوديميوم دائم، يعني بيحتفظ بالمغناطة بتاعته من غير ما يحتاج مصدر طاقة خارجي. ميزة فيزيائية تانية مهمة هي درجة حرارة كوري.
انت عارف ايه اللي بيحصل لما تسخن مغناطيس؟ طيب، مع ارتفاع درجة الحرارة الطاقة الحرارية بتبدأ تلخبط ترتيب المجالات المغناطيسية. في درجة حرارة معينة اسمها درجة حرارة كوري، عندها المادة بتفقد مغناطيسيتها تماما. بالنسبة لمغناطيس النيوديميوم الدرجة دي تقريبا 310 درجة مئوية. ده يعتبر عالي نسبيا مقارنة بأنواع المغناطيس التانية، وده معناه إن مغناطيس النيوديميوم يقدر يحافظ على قوته المغناطيسية في مدى واسع من درجات الحرارة، وده بيخليه مناسب لتطبيقات صناعية كتير. بس إيه هو السر ورا القوة المغناطيسية الشديدة دي؟ الإجابة بتكون في خاصية اسمها التشبع المغناطيسي. ده معناه إن النيوديميوم يقدر يوصل لحالة من التشبع المغناطيسي قريبة جدا من أقصى قيمة نظرية ليه، ولما يتجمع مع القوة العالية للمقاومة المغناطيسية ده بيخلي المادة مش بس بتولد مجال مغناطيسي قوي جدا، لكن كمان بتقدر تحافظ على المجال ده بشكل ثابت. التركيب البلوري الرباعي لسبيكة النيوديميوم والحديد والبرون بيخلق تباين مغناطيسي قوي جدا، وده معناه ان المادة ليها اتجاه مفضل وواضح جدا للمغناطة بتاعتها، وده بيساهم في مقاومة فقدان المغناطة وكمان في ثبات المجال المغناطيسي. دلوقتي ممكن تكون بتسأل نفسك، لو النيوديميوم قوي كده ليه مش بنستخدم مغناطيس النيوديميوم في كل حاجة؟ بص، في شوية قيود. أولا، النيوديميوم مادة هشة وبتتكسر بسهولة لو اتعرضت لأي صدمات ميكانيكية. ثانيا، هو بيتعرض للتآكل بسهولة خصوصا في الأماكن الرطبة، وعشان كده مغناطيس النيوديميوم غالبا بيتغطى بطبقة من النيكل أو النحاس أو الذهب علشان يحموه. ثالثا، تكلفته أعلى من المغناطيس التقليدي. وأخيرا، في درجات الحرارة العالية جدا القريبة من درجة كوري المغناطيس بيبدأ يفقد قوته المغناطيسية. لكن بالرغم من القيود دي مغناطيس النيوديميوم غير بشكل كبير استخدامات كتير. بيتم استخدامهم في المحركات الكهربائية عالية الكفاءة، مولدات طاقة الرياح، الهارد ديسك بتاع الكمبيوترات، السماعات، أجهزة الرنين المغناطيسي في المستشفيات، وحتى في تقنيات الطيران والفضاء. التركيبة الفريدة من الخصائص الكيميائية والفيزيائية للنيوديميوم، الحديد والبرون، عملت مادة تتحدى حدود المغناطيسات التقليدية. لو النهاردة بتستخدم سماعة بلوتوث صغيرة في ودنك وجودتها عالية جدا، ده عشان ضريفات الصوت في السماعة اتصغرت باستخدام مغناطيسات النيوديميوم من غير ما الجودة تقل. وعارف، لما بنتكلم عن الابتكار في مواد زي النيوديميوم احنا بنتكلم عن ناس محترفين كان عندهم فكرة عبقرية وقدروا يحولوها لمنتج بيستخدموا مليارات الناس كل يوم. طيب، كنت تعرف ازاي مغناطيسات النيوديميوم بتقدر تكون قوية بالشكل ده؟ عمرك فكرت عندك كام مغناطيس من دول في بيتك مستخبيين جوه الأجهزة الإلكترونية بتاعتك؟ سيب لي تعليق تحت، أنا عايز أعرف. هنا جنبك في اختيارين لفيديوهات ممتعة لازم تتفرج عليهم عشان توسع معرفتك وتستكشف فضولك. ولو حابب تدعمنا اعمل لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وفكر تبقى عضو في القناة. كده تمام يا عشاق الهندسة. أحلى تحية وأشوفك في الفيديو الجاي.